ليه نشتري الصلصة الجاهزة واحنا ممكن نعملها في البيت؟ السلام عليكم، اهلا بكم في قناة سمبوسة وبسبوسة. النهاردة ان شاء الله هنعمل صلصة الطماطم في البيت بطريقة جميلة وبسيطة ومضمونة. هنجيب الطماطم نغسلها كويس جدا ونحط الحلة على النار، وبعد ما غسلنا الطماطم حطيناها بنشيل الاول القمع الصغير ببوز السكينة كده ونحطها على النار، وما نحطش عليها مية، هي بتنزل ميتها. ودول كانوا في حدود مثلا 7 كيلو طماطم، وغطيناها سبناها لما غليت، وبعد كده هنقلبها عشان ما تلزقش في الحلة، واللي فوق مع التقليب تنزل تحت عشان تستوي. طريقة سهلة ومضمونة وتديكي نتيجة ناجحة ان شاء الله. هنقلبها مرة كمان وهي بتغلي على النار، حلوة قوي، بتخلي الاكل طعمه لذيذ جدا كده. بعد ما خلاص هي كده دبلناها كويس على النار وسبناها بردت، وبعد كده هنضربها في الخلاط، نضربها كويس وتبقى ناعمة عشان ما تطلعش معانا الياف كتير. بعد ما ضربناها في الخلاط كويس هنبدأ نصفيها عشان نطلع منها البذر والقشر بتاع الطماطم. هنصفي ده البذر. بعد ما نضربها في الخلاط كويس وصفيناها هنرجعها تاني على النار عشان نسبكها. هنضيف لها معلقتين كبار ملح ومعلقتين كبار بابريكا، عشان البابريكا دي هتديها لون حلو قوي. انا ضفت معلقتين ملح كمادة حافظة. خلي بالنا واحنا بنعمل الاكل علشان في نسبة ملح خفيفة حطيناها في الصلصة عشان الاكل ما يحدقش مننا. هنغطيها بقى وهي بتتسبك ونقلبها من وقت للتاني، وما نعليش عليها النار قوي عشان ما تلسعش في الحلة. بعد ما اتسبكت سيبناها بردت تماما، وهنجيب الاكياس وهنعبي كل كيس بمعدل وجبة خضار. هنبدأ كل كيس هنعبيه هنخرج منه الهواء زي ما حضراتكم شايفين كده، وبعد كده اربطه كويس. يلا بقى ما نكسلش ونقوم بسرعة كده نجيب الطماطم ونعمل الصلصة ونحفظها في الفريزر. الطماطم دلوقتي سعرها رخيص وجميل وهتنفعنا بعد كده، والطماطم سعرها غالي. هنعبي تاني لغاية الكمية ما تنتهي معانا. ريحتها حلوة قوي، جربيها هتعجبك قوي وبالهنا. بنخرج الهوا اهو وبنربط الكيس برضو كويس. هنحطها بعد كده في الفريزر ونحفظها. وده شكلها بعد انتهائها. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب. مستنية رأيكم في التعليقات. مع السلامة.